جندا أوفياء لله وللوطن واتباع أحكام القرآن والسنة والله على ما نقول شهيد. تكبير. الله أكبر. منذ انطلاق الأزمة السورية اتهم بعض من فريق المستقبل بتهريب السلاح إلى المقاتلين المعارضين في سوريا. في وادي خالد وضع نائبان من تيار المستقبل في قفص الاتهام. في البقاع جرى الحديث عن جمهورية عرسال التي تورد السلاح والمتطرفين. في البحر حديث عن تورط ضابط متقاعد من المستقبل وأسماء أخرى في باخرة لطف الله 2 التي كانت محملة بالسلاح إلى سوريا والتي ضبطها الجيش اللبناني. في الداخل كلام عن تورط فرع أمني في حماية داعمي الثورة وجرحاها. أسماء كثيرة من تيار المستقبل طاولها الاتهام، لكن ثمة اسم واحد يعلو في مرتبة الاتهام فوق كل الأسماء. لا داعي للترجمة. باختصار إنها 5 صحف بريطانية وأمريكية عريقة نشرت تقارير عن تورط رجل السعودية في اسطنبول عقاب صقر بتوزيع السلاح على مجموعات المعارضة السورية. قلت إذا بتثبتوا إنه واحد من هؤلاء أنا أعطيته بندقية أضع نفسي أمام المحاكمة. بعدني عند كلامي. نعم، يجيبوا الدليل ويحاكموني، بعدني عند كلامي مش حغير. مع عدد صحيفة الأخبار الصادر صباح الخميس جاء الدليل الأول مع تسجيل صوتي من سلسلة تسجيلات حصلت عليها الصحيفة وتنفرد الأوتيفي في عرضها تلفزيونيا. التسجيل يعرض حديثا بين النائب عقاب صقر الموجود في تركيا وبين أبو النعمان قائد إحدى المجموعات المقاتلة في سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. يا استاذ عقاب صقر، نحن جماعه مزنوقين كثير ومحاصرين، ويعني ما في يوم يومين بتسقط المنطقه عندنا، يعني قصف طيران، مدفعيه، بوزيكا، يعني ما في محور من المحاور الا وعم بيطلبونا منه، فرجاء تساعدونا، بدنا سلاح. تفضل، السلاح اللي بدك اياه شو؟ يعني تحديدا شو؟ يعني حاليا بدنا شيء 300 حشوه ار بي جي وشيء 20 قاذف، يعني واذا ممكن توفير 250,000 طلقه روسي و300 بارودة على شويه نوعيه اذا في مجال. كله لاي منطقه بدك اياهم تحديدا؟ اعزاز وتل رفعت تقدر تقول وعنادان، ريف حلب يعني بالكامل، وانت عارفان شو عم بصير عندنا يعني. هلا من امبارح صار لهم فايتين علينا من 3 محاور تقريبا، من ادلب ومن عند الفوج كمان، ومن جوا حلب عم يطالعوا لنا شبيحه، وفي عندنا شويه جماعه هيك بتعرف بصرائب، يعني جماعه الطريق بدنا نمرق لهم شوي. طيب مين بده يستلم؟ يعني مين بده يستلم وين بده يصير التسليم؟ كيف تتم العمليه؟ تسليم مثل العاده، يعني هلا مثل العاده بأطمنة، وبيكون هناك والبراء مع الشباب والسيارات بيستلموا بوجهن على حلب، بس بدنا باسرع وقت ممكن، لانه بتعرف يعني الحاجه كبيره والقصف شغال والمجاميع متفرقه ذخيره، ما يعني الشباب كل واحد يا دوب معاه مخزن، هلا مخزنين، وبتعرف يعني الاستهلاك كبير، فدبرونا باي طريقه من الطرق، يعني الله يخليك، يعني ما بعرف شو بدي لك، يعني ما في بعد الله لنا غيركم. انت حتكون يعني على التسليم مباشره؟ لا اخوي، بكون ابو النور مع الشباب والسيارات مثل العاده بيستلموا لنا خطط. في هذا التسجيل يظهر عقاب صقر كمرجع صالح في تركيا لتلقي لوائح الأسلحة التي يحتاجها الثوار السوريون. التسجيلات التي ستنشر الجمعة ستثبت دور صقر في غرفة عمليات تركيا وتوزيعه السلاح على المجموعات السورية. وفي تسجيلات الثورة السورية سيبدأ نجم سعد الدين الحريري بالسطوع. ماشي